السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. مشتريات رمضان 2023، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. دعوة للتفاؤل، دعوة للمحبة، دعوة لحسن الظن في الله واليقين في الله بان داخل علينا أيام جميلة جدا، كلها بركة وكلها حسنات وكلها طاعات وآخرها عتق من النيران. اللهم آمين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حابه اشكر كل حد جديد جه عندي في القناه ووجوده على راسي من فوق، واللي موجودين معايا من الاول دول قاعدين جوه قلبي ومتربعين. ربنا يديمكم نعمه على قلبي ويديم محبتنا في الله ويجعل كل محبه ما بيننا خالصه لوجهه الكريم. اللهم امين. حابه اقول لكم بقى يلا هنا اللي دخلت لحد هنا فين اللايك؟ بالله عليكم ما تنسونوش من اللايك، لان القناه طبعا بقى لها فتره طويله لما نزلتش عليها فيديوهات، فالقناه واقعه خالص. فعايزين يعني ايه همتكم معايا كده، ان ربنا ان شاء الله يعني يعيننا كده، وان شاء الله القناه تتشاف لاكبر عدد وتاخدوا اجر معايا ان شاء الله. كل حد هيقول ذكر معانا هيكون في ميزان حسناته ان شاء الله، والدل على الخير كفاعله. يلا نعين بعض على الطاعه. يلا داخل علينا ايام مفترجه. ايه الزينه دي يا هنا؟ دي الزينه يا حبايب هنا اللي عملناها مع بعض قبل كده. انا دايما بكون شايلها وبطلعها، حابه ازود عليها، حابه اعمل معاها حاجه جديده، هنشوف مع بعض الفتره الجايه. بس ده اللي كان موجود من الاول. الطبق اللي احنا كنا عاملينه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله على ايدينا، وقمر القمر والفازه ديت، وده يعني بصوا حاجات جميله كده هتشوفوها معانا الفتره الجايه. واللي حابه تشوف الافكار دي اتعملت ازاي وطريقتها سهله ازاي وبامكانيات بسيطه جدا جدا مش هتكلفك، ارجعي في القناه هتشوفوا فيديوهات لزينه رمضان جميله قوي قوي قوي. لفي كده في الفيديوهات بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت رمضان وانت هتشوفي حاجات حلوه، وان شاء الله السنه دي هيكون معانا حاجات احلى واحلى باذن الله. ها يا هنا قولي لنا بقى، انت جبتي ايه السنه دي لرمضان وناويه تستعدي ازاي؟ بصراحه السنه دي الوضع مختلف شويتين ثلاثه. الاسعار ربنا يرحمنا برحمته كلنا لامسينها وكلنا عارفين. ما تقولوش بقى يا هنا ايه اللي انت بتعمليه والحاجات دي قليله، لا مش قليله ابدا ابدا. اللي انت هتجيبيه دلوقتي ب5 جنيه مش هتعرفي تجيبيه على شهر رمضان ولا ب10 جنيه. ربنا يرحمنا برحمته. فانا حابه ان انا ايه اشيل شويه حاجات كده لشهر رمضان ان شاء الله هتنفعنا. يعني هتشوفوا هتحسبوا معايا احنا جبنا حاجات كتير جدا وبفضل ونعمه وببركه من الله عز وجل. اهم حاجه البركه. البركه بنجيبها منين؟ زي ما انتم عارفين، بنصلي صلاتنا الصباحيه وبنقول الاذكار بتاعتنا وبنقول الدعاء التحصيني، وبيكون عندنا حسن ظن ويقين في الله بين النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعد وكل ايام وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. ربنا يرزقنا البركه اللهم امين يا رب العالمين. يلا نبدا كده مع بعض. انا جبت من كل حاجه ب5 جنيه. 5 جنيه بس يا هنا على قد ايدي كده. كل مره كده اجيب حاجه كده قليله بقليله، لا انا هحمل على البيت وفي نفس الوقت اهو حاجه خير موجود في البيت. اهم حاجه يكون معاكي خير وربنا يرزقك البركه فيه ان شاء الله. بدانا بايه؟ بفلفل اسود. جبت فلفل اسود، ودايما بحب اجيب بهاراتي تكون حبه او صحيحه يعني مش مطحونه علشان تفضل محتفظه بريحتها، ولما اجي استخدمها اطحنها. اول حاجه خدناها مع بعض اهو قلنا الفلفل الاسود. جبنا ايه تاني يا هنا؟ جبنا كمون برضو حبه اهوت كمون، وكمان كزبره ما شاء الله، كزبره بلدي وحلوه وجميله. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت كمان بابريكا. والله الكميات حلوه يا بنات، بس طبعا انتوا عارفين مع غلا الاسعار اللي نازل علينا ده يعني ممكن بعد شويه ما نعرفش نجيب الحاجات دي حتى ولو ب10 جنيه. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت كمان ورق لورا، تمام، علشان الشوربه بقى والحاجات الحلوه. وبما ان احنا قلنا شوربه يبقى حبهان. بس الحبهان هو الحاجه الوحيده اللي غاليه فيهم. الحبه الصغنطتين دول ب10 جنيه. الحبهان غالي يعني كل حاجه انا جايبه منها ب5، لكن الحبهان الحبه دول ب10 جنيه. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا عز وجل. جبت كمان القرنفل او المسمار برضو، الحبه دول ب5 جنيه. فضل ونعمه. انت بتحطي حبه او 2 كتير قوي في الشوربه بتاعتك وبيخلوا طعمها حلو ايه وقمر القمر كده، والشوربه بتروح في حته ثانيه. جبت ايه تاني هنا؟ جبت كمان كبابه صيني، اكيد انتوا كلكم عارفينها، او الفلفل الحلو ما شاء الله برضو دي بتبقى حلوه جدا جدا جدا. جبت كمان يا بنات القرفه اهي، القرفه الاعواد. بحب دايما اجيب القرفه اللي هي الاعواد الخشب دي ما شاء الله. استنوا الكيس كان مفتوح قطع مني. فبصوا هي عباره عن خشب زي ما انتم شايفين كده، شايفين خشب كده، وبتكسري منها حته كده تحطيها في شوربه، تحطيها في البطاطس. دايما كل ما تعملي صينيه بطاطس او تعملي بطاطس في اي حاجه افتكريني بس وحطي حته من القرفه، هتخلي البطاطس بتاعتك طعمها حلو جدا جدا جدا. خلينا نلفه كده علشان ما يتكبش مننا. جبنا ايه تاني؟ جبت كمان روزماري عشان ما شاء الله برضو ده في الفراخ المشويه والحاجات دي بيكون حلوه قوي. ده روزماري مطحون، هو اللي كان موجود كان مطحون.
هو مطحون اي نعم، لكن ما شاء الله تبارك الله ريحته قويه جدا وحلوه قوي قوي. يلا هنكمل مع بعض البهارات، بس ما نقول ايه؟ اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. شويه اذكار كده نعطر بيهم الفيديو ونعطر بيهم لساننا ونعطر بيهم الصحيفه بتاعتنا، وزي ما متعودين طول ما النخله دي موجوده قدامنا، طول ما احنا هنزرع نخله في الجنه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وزي ما انتم متعودين معانا، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. خلي اذكارك محوطاكي دايما كده، هتلاقي ما شاء الله البركه موجوده معاكي في كل حاجه بتعمليها. يلا نكمل بقى ونشوف جبنا ايه تاني. جبتي كمان ينسون، علشان احنا في شتاء والمفروض اليانسون ده بنحب نشربه كتير في الشتاء، ولو حطيت عليه عصره ليمون بيبقى قمر القمر. حاولي كده وخلي اليانسون ده موجود معاكي، هيخلي صوتك رقيق وناعم كده، ويخلي نفسيتك حلوه وهاديه، والليمون كمان هيديكي مناعه ويقويكي. جبتي ايه تاني يا هنا؟ هنقول جبنا ايه تاني، بس يلا بقى ندعي لنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه، ورضينا ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل انتوا كل مشتاق. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. جبتي ايه تاني يا هنا؟ جبت كمان البابريكا، مش البابريكا معلش، الكاري. ايوه الكاري ده حلو جدا برده، مش مع الشاورما مع الفراخ مع الحاجات القمر دي، هيبقى حلو حلو قوي 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 كده. ما شاء الله شوفوا جبنا قد ايه، جبنا كميه كبيره جدا ما شاء الله تبارك الله. جبنا بكام يا هنا؟ يمكن ما كملناش 50 جنيه ما شاء الله. 50 جنيه ملت لنا البيت من كل نوع من البهارات. مش كميه كبيره لكن بركه، صدقيني انت ممكن ما تجيبيش كميات كبيره، بس اهم حاجه يكون عندك البركه. ما دام عندك كل الانواع ومعاكي اذكارك اللي ملازماكي، هتلاقي بركه في كل حاجه بتعمليها. لما تسمي الله على اي حاجه بتعمليها هتلاقي نفسك عندك بركه. لما تقفي في المطبخ ويكون لسانك ذاكر هيكون عندك بركه. لما تشغلي اذاعه القران الكريم جنبك كده وتستحضري النيه كده وتسمعي ايات ربنا عز وجل، وتسمعي حديث كده قدرا كده الشيخ بيفسره، فما شاء الله تبارك الله يبقى عندك بركه. خلي كده البركه دي حواليك، استشعري بركه ربنا هتلاقيها قدامك ومعاكي. طبعا عايزين نقول ان احنا عندنا السبع بهارات يا بنات. السبع بهارات دول حاجه يعني وهم الوهم مع كل الاكلات اللي انت ممكن تعمليها. ايه هم السبع بهارات يا هنا؟ عندنا فلفل اسود، عندنا كمون، عندنا كزبره، عندنا ورق لورا، عندنا قرفه، عندنا حبهان، وعندنا كمان كبابه صيني. السبع حاجات دول السبع بهارات اللي بيكونوا ما شاء الله بيميزوا اكلك ويخلوا اكلك يروح في حته ثانيه. يبقى احنا كده ما شاء الله عملنا خزين لشهر رمضان بفلوس مش كتيره قوي الحمد لله، بس ممكن على دخله رمضان هيكون ممكن يدخلوا في 100 جنيه الحاجات دي، فدي بركه من الله عز وجل. مش هنخزن حاجات كتير قوي زي السنه اللي فاتت الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. القليل عند ربنا كتير وفي بركه ان شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نغسل طقم التوابل بتاعنا ونجهزه ونبتدي نظبط الدنيا الفتره الجايه. يعني ما شاء الله تبارك الله الفتره الجايه فيها فيديوهات حلوه كتير. تابعوني كده وان شاء الله باذن الله تتبسطوا وانا اتبسط معاكم برجعتي في وسطيكم، وكل تعليق بتقولوه ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. اللهم امين يا رب العالمين. من كان بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. ربنا يديمكم نعمه على قلبي. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. وبكده بقى عندنا طبق رمضاني في كل البهارات اللي هنحتاجها باذن الله لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب هنا، يا رب يجعلها ايام خير وشهور خير وبركه علينا يا رب العباد. بحبكم 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 يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمه على قلبي. استودعكم الله.